الحلقة الأخيرة من حلقات رمضان، كل عام وأنتم بخير. رمضان قرب يخلص، إزاي تحافظ على التخسيس وما ترجعش لوزنك القديم؟ رمضان طبعا زي ما احنا عارفين كان فرصة ذهبية عشان تخس، لكن المشكلة ان اغلب الناس اول ما العيد بيجي بيرجعوا للعادات اللي خلتهم يزيدوا وزن من الاول، فبدل ما تكمل على النجاح اللي بدأته في رمضان تلاقي نفسك راجع لنقطة الصفر تاني. طب ايه الحل؟ ازاي نكمل التخسيس بعد رمضان وتحافظ على جسمك؟ ركز بقى في الحاجات دي. الفخ اللي بيقع فيه 90% من الناس بعد رمضان، اول يوم العيد تلاقي الناس بتشوف الاكل اللي كانت محرومه منه وتبدا في حفله اكل. انا صايم بقالي شهر لازم اعوض. فكر غلط. فطار مليان فطاير وحلويات وبسكوت، وبعد شويه تلاقي فيه محشي ولحمه دسمه وحلويات وعصاير طول اليوم. طبعا كل ده نتيجة هتعمل لجسمك صدمة، هيوقف حرقك وتلاقي دهونك بتزيد والكرش بيرجع تاني. طبعا مشكلة كبيرة جدا. هقول لك بقى على الخطة الذكية عشان تحافظ على التخسيس بعد رمضان. 1، خدها بالتدريج كده وما تبدأش العيد بأكل تقيل. خلي الفطار خفيف، زبادي، بيض، فول بزيت زيتون. لو هتاكل كحك خد باعتدال، قطعة أو 2 بحد أقصى. اشرب مية كتير عشان جسمك ما يحبسش السوائل بسبب السكريات والملح الزيادة. خليك على نظام الصيام المتقطع، لو متعود على الصيام كمل عليه حتى بعد رمضان. جرب تصوم مثلا من 14 ل 16 ساعة في اليوم، لأن ده هيخليك تحرق دهون من غير تعب. ما تفوتش الرياضة، لأن الرياضة اللي اتعودنا عليها وقلنا عليها إن احنا نعملها في رمضان، لو بتمشي حتى من ربع لنص ساعة هتفرق معانا جدا يوميا. لو تعرف تعمل تمرين مقاومة بسيطة في اليوم 2-3 في الأسبوع ما عنديش مشكلة. لو عايز تحرق بسرعة خلي عندك يومين كارديو عالي الشدة، ضروري جدا، حط دي في دماغك. طيب نركز بقى في أكلنا برضو على البروتينات، الخضروات عشان نحافظ على الشبع. نزود البروتين في وجبتنا زي البيض، الجبنة، الدجاج، اللحمة، الفراخ، التونة. خليك بقى على الخضروات بكميات كبيرة شوية عشان الألياف فيها بتشبعك، وقلل السكريات والنشويات وخصوصا العيش الأبيض والحلويات والمعجنات. ونشرب مشروب بقى حارق زي مثلا الزنجبيل بالليمون، القرفة بالكمون. الحاجات دي هتساعدك كتير قوي لرفع معدلات الحرق. الخلاصة بقى، كانت البداية في رمضان، خليك مكمل بعده. لا لصدمة العيد، خد بالك من الحتة دي. خد الموضوع تدريجي كده وكمل على الصيام المتقطع عشان حرقك يفضل عالي. ما تنساش النوم والأكل، كل بذكاء، جسمك مش محتاج كميات ضخمة. اشرب مية كويس وحافظ على نفسك. عايز تحافظ على جسمك بعد رمضان، القرار في ايدك. كمل وما تهدش اللي بنيته. يلا بقى قول لي، ناوي تكمل بعد رمضان ولا ايه خطتك؟ رمضان أحلى مع صانع التغيير دكتور هشام الوفي. كل عام وأنتم بخير.